جرى ايه يا ابني؟ ما تعيش عيشة اهلك. لو انت بتقول الكلمة دي كتير اسمع معانا الفيديو ده للاخر. انت عارف من زمان لو كل واحد عاش عيشة اهله ما كانش زمانك ماسك موبايل وتسمعني دلوقتي، ما كانش زمانك عايش في البيت اللي انت فيه ده، كان زمانك قاعد في كهف بقى او في حاجة كده مش مبنية بالشكل ده اصلا. ما كانش زمانك بتلاقي عربية تروح بيها الشغل، ما كانش زمان في اي حاجة من الحاجات الكتير جدا اللي حواليك. كل حاجة انت مستمتع بيها دلوقتي لان في واحد زمان قرر ان هو ما يعيش عيشة اهله وقرر ان هو يجرب حاجة جديدة ويعمل حاجة جديدة. اولادك كده كده مولودين في حقبة زمنية غيرك اصلا، ومولودين في ظروف اجتماعية واقتصادية وكل حاجة غيرك، مش هينفع انهم يعيشوا العيشة بتاعتك من اساسه. طب خليني اسألك سؤال، هو انت نفسك عايش عيشة اهلك؟ يعني انت عايش عيشة والدك ووالدتك؟ عايش دلوقتي زي وانت طفل؟ قطعا لا. انا هنا مش بقول ان مين عيشته احسن او مين حياته افضل، او يمكن حياتهم كانت احسن من حياتك ايا كان، لكن مفيش حد اصلا عايش عيشة اهله. الاب والام اللي بيقولوا لاولادهم الكلام ده هم اصلا عايشين حياة تانية اساسا. ممكن يقولوا بس احنا اتطورنا من نفسنا بس في جانب كذا، احنا غيرنا جانب كذا. في النهاية انت مش عايش عيشة اهلك برضو، فليه عايز ابنك يعيش العيشة دي؟ عارف مين اللي عاشوا عيشة اهلهم؟ الكفار. لما قالوا هذا ما وجدنا عليه اباءنا واجدادنا، ابائنا واجدادنا كانوا كده فاحنا هنعمل زيهم. يعني ايه لو عشت عيشة اهلي يبقى كافر؟ مش ده اللي انا بقوله من اساسه. يعني انا بقولك انه انت دلوقتي كنت مولود في ظروف معينة نتج عنها حياة معينة، اولادك مولودين في ظروف تانية خالص فهينتج عنهم حاجة جديدة خالص. طب ما انا دلوقتي حياتي كويسة، ايه المشكلة ان ولادي يبقوا زيي؟ ليه لازم يعملوا حاجة جديدة؟ او ايه الاختراعات اللي بيعملوها دي؟ او ليه ما يعيشوش العيشة بتاعتي دي؟ الموضوع ببساطة ان ربنا سبحانه وتعالى وضع سنة كونية اسمها التغيير، ان كل حاجة في حياتنا دايما بتتغير. ولو انت وقفت قدام السنة الكونية دي اللي اسمها التغيير، انت كده بالظبط كأنك واقف قدام القطر. كأنك واقف قدام القطر وعمال تقول له ما تجيش هنا، انا بقول لك ما تجيش هنا، احنا مرتاحين كده، ما تجيش الناحية دي. مش هيحصل، مش هيحصل، لان مفيش حاجة اسمها كده اصلا. لازم دايما بيحصل فيه تغيير. طب ليه انا برفض التغيير ده؟ ليه انا كأب او كأم ببقى عايز ولادي يعيشوا عيشة اهلهم او ما يخرجوش قوي بره الاطار؟ لاني ببساطة خايف. انا هنا طبعا بستبعد الاب والام المضطربين اللي هم اوريدي بيبقوا غيرانين من عيالهم، بيبقوا غيرانين من عيالهم. خليها على جنب دي، لو مش متقبلها خليها على جنب، بس هم موجودين وبيقابلوني في الجلسات كتير. انا هنا بتكلم على جزئيه ان الاب والام دول فعلا عايزين ولادهم يبقوا احسن منهم، لكن انت دايما شايف ان ولادك المفروض يعملوا كده، يعيشوا عيشه اهلهم. القصه ان انت بتبقى خايف. خايف من ايه؟ حاسس ان انت ليك دايره معينه، دايره راحه معينه، كومفورت زون معين، وولادك هيكسروه يطلعوا منه. فانت حاسس ساعتها ان انت ممكن ما تبقاش عارف تتعامل مع متغيرات الوضع الجديد، او حاسس ان ولادك كده هيبعدوا عنك، او حاسس انك مش هتبقى عارف تتعامل معاهم، او حاسس ان انت مكانتك عندهم مش هتبقى احسن حاجة، او ممكن تكون خايف على ابنك ان هو يعني يفشل في الشيء اللي داخل عليه ده، بين قوسين يفشل يعني. فبتبقى بالتالي مش عايزه يعدي الحدود دي علشان يبقى هو دايما في السيف زون، يعني دايما بقى في ايه، في اطار الامان، ودايما مطمن، ودايما حاسس ان اللي هو ماشي فيه ده يعني طريق امن انت تبقى مطمن عليه. النتيجة للكلام ده مش هتكون احسن حاجة ولا ليك ولا لابنك. هيبقى دايما جواك شعور انه طب ما انا كنت سبته، مش يمكن كان عدى، مش يمكن كان فلح، مش يمكن ويمكن. وكذلك جوه الابن بيحس ان هو خايف وبيطلع يعيد لولاده نفس الكلمة، عيشوا عيشوا تأهلكوا برضو. ايه الحل؟ الحل ان انت دلوقتي لما تلاقي ابنك بيعمل حاجة انت مش معتاد عليها، وتلاقيه هو بيكسر دايرة الراحة بتاعتكوا كلكوا، بتاعت العيلة بحالها احيانا، ساعتها انت لو هتقدر تدعمه ادعمه، لو هتقدر تقف معاه اقف معاه. طب لو انت مش هتقدر تقف معاه، بمنتهى البساطة وبمنتهى الصدق، وده بيريح يا جماعة، ويا كل اب ويا كل ام، ده ما بيقللش من قيمتكم ابدا، انك تقول لابنك انا مش معتاد على الشيء اللي انت هتعمله ده وما اعرفوش، لكن يا ابني انا بدعمك، لكن يا ابني انا هدعي لك، لكن يا ابني لو في حاجة انت عايزني اعملها لك انا هعملها لك. انا معرفتش اعمل ده، واللي انت بتعمله ده جديد عليا خالص، وانا مفكرتش اعمله اصلا، او فكرت ومعرفتش اعمله، لكن انا واثق انك هتقدر تعمله. تدعمه معنويا وتآمن انه هيقدر يعمل ده، وتخلي عندك ثقة بالله ثم ثقة بابنك. طب انا والله عارف ان هو مش هيعرف يعمل الحاجة دي. هو اولا انت ما دخلتش علم ربنا، ثانيا مجرد انك تقوله انك هتقدر، ايا كان الابن او الابنة عمرهم قد ايه، بيفضل كلام الاب والام مؤثر بالنسبة لهم. طبعا كل ما بيشتغلوا على نفسهم ما بيبقاش الموضوع صعب بالنسبة لهم قوي زي زمان، لكن انت كلمتك مهمة، انت كلمتك مهمة جدا.
لان الابناء بيستمدوا درجة يعني كبيرة من قيمتهم بان الاب والام بيبقوا راضيين عنهم. ده ساعات اصلا بيبقى هو خارج بره الكومفورت زون بس علشان انت تشوفه، علشان انت تحس ان انت عندك ولد او بنت انهم شاطرين وهيقدروا يعملوا حاجة جديدة. فكر ان يمكن ابنك لو هو معاش عيشة اهله وانطلق وعمل اللي هو عايزه، مش بس حياته هتبقى اجمل، ده يمكن يغير حياتكم كلكم، يمكن يغير حياة اسرته وحياة عيلته. ومش عايزه اقولك يعني ممكن تأثيره يمتد لاكتر من كده، ويساعد ويساهم ويعني يكون كويس جدا مع ناس كتير، ويكون نتائج التقدم اللي هو بيتقدمه في حياته بتعود على الجميع بالخير. راقب خوفك وتصالح معاه، وخليك دايما داعم لابنك لان ده حقه. ولو الفيديو ده لمس قلبك شاركه مع غيرك.